براتا تعا ابني. يلا هاي أول مرة جانجا بتطبخ لنا، واليوم شيف راجع بكير. هاي فرصة حلوة حتى نتعشى كلنا مع بعض، ودائما بتصح لنا هالفرصة. صح. ماما أنا اليوم خلصت كل شي بكير، لهيك رجعت بهالوقت. يا ريت على طول ترجع مثل هلا. كثير فرحانة إنه اجتمعنا. هلا كلنا مع بعضنا رح ندوق الأكل يلي طبخت لنا إياه جانجا. صح؟ رح ندوق حتى نشوف إذا جانجا بتعرف تطبخ. أكيد رح يعجبها أكلك أمي، أصلاً حاسة إنه جانجا طباخة شاطرة كتير. مظبوط. إيه؟ حلو كتير، انت كتير شاطرة راديكا بنتي، عم تساعدي امك جديدة ما هيك؟ ما في منك. شميتي؟ مو معقول هالريحة شو طيبة، الظاهر الأكل بجنن. طول بالك، لسه في كتير شغلات غير الرز. يلا جيبيهم، شو مستنية؟ يلا رح جيبهم. أنا بساعدك. تذكرت أنا حكيت مع الحكيم يا مرت عمي مشان الاحتفال، وسألته أي وقت هو الأفضل لنعمل هالشي، وهو قال لي إنه بكرة ممكن يكون هو الأفضل. ايه ماشي، طالما هيك رح نعمله بكرة. انت شو رأيك شيف؟ ايه امي. معناتها الكل موافق. خلص خلينا نجهز له. يلا راديكا اعدي لتاكلي معنا بسرعة حبيبتي. طيب وين عمتي آسي؟ يلا بلشوا. شو هاد؟ ليش كل هاي الكمية؟ ما بقدر كملها. مو مشكلة، رح نقص منها. هلا إذا جانجا سالت من الرز اللي بصحن عمتي رح تبين الفليفلة، إذا صار هالشي خطتي رح تنكشف. لا ما في داعي لهالشي، أنا عندي حل تاني. هاتي صحنك وخدي صحني، لأنه أنا عندي الكمية أقل. إيه. شو رح أعمل؟ بابا أخذ صحنة. بابا ما تاكل رز، مانو طيب. شو عم تحكي؟ أنا حسيته كتير طيب، كله مع لبن بخيار، ما في أطيب منه أبدا. بابا بلا ما تاكل، مانو طيب. كيف ما كان أنا رح أكله ورح يعجبني.
شايف ابني شو في؟ ليش وشك صار لونه أحمر كل هالقد؟ لا أمي، أنا منيح. أنا متأكدة إنه راديكا عاملة شي مصيبة، لهيك قالت له ما ياكل من الصحن. شو اللي عاملته يا ترى؟ أنا لازم أعرف. هي أول مرة بتطبخ لنا جانجا. إذا حكيت أي شيء رح تتضايق ورح تزعل مني. شايف شبك؟ شبك؟ ليش ترك أكله ومشي هيك؟ شو صار له؟ شايف ليش ترك أكله وراح فجأة هيك؟ بابا بسرعة اشرب مي. الأكلة كانت حدا زيادة، انت ما كان لازم تاكل. آسفة بابا. ليش؟ عن شو عم تعتذري؟ أنا السبب بهذا الشيء. أنا اللي زدت فليفلة حمرا بهذا الصحن. كنت حابة ضايقها لعمتي شوي، بس أنت اللي أكلت صحنة. لهيك أنا كنت عم قلك لا تاكل من الرز. أنت ما كنت تسمع مني أبدا. آسفة بابا. اسمعي بنتي، يلي ساويتيه غلطة كبيرة. حتى لو كان قصدك مسحة مو أكتر، أنت بهي المسحة الصغيرة كنتي رح تأذيها لعمتك، وهذا الشيء مو مقبول. لا عاد تعيديها. فكرتي لو إنه عمتك أكلته شو بيصير لها؟ شو رأيك؟ أنت بتعرفي هي ما بتقدر تاكل حد وبتتحسس منه، يعني كانت رح تمرض. آسفة بابا، ما عاد رح أمزح مسحة مثل هي. بس بدي تقلي شغلة. عمتي بلقمة وحدة كانت رح تجن وكانت تركت أكلها. أنت كيف أكلت هالكمية؟ كيف تحملت تاكل كل هالحد؟ حتى ما قلت قدامنا إنه الأكلة حدة. لأنه اليوم بالغلط أنت إنسان وغلطت بحقه. ما بعرف عن جد ليش في أوقات ما عم بقدر سيطر فيها على حالي. قلت كتير شغلات ما كان لازم أحكيها، وهذا الإنسان هو بذاته يلي طبخ اليوم. لما أكلت ولقيت الأكلة حدة ما قدرت أحكي. أنا فكرت جانجا غلطت بالطبخة، توقعت إنها كترت الحد بدون قصد، وضليت عم باكل لأنه لو قلت الكل إنه الرز حد لدرجة ما عاد قدرت أتحملها، وقتها كنت رح أحرجها لجانجا. مشان هيك ضليت عم باكل لوقت ما عاد أقدر أتحمل. ما فهمت شي من اللي حكيته. شي يوم رح أرجع أشرح لك، وهلأ أنت لا تخافي علي أبدا. يلا روحي تعشي، يلا روحي. اسمعي، أنا يمكن ما رح أقدر أعطيكي مكانة بارفاتي بحياتي، بس ولا ممكن أقلل من احترامك أبدا. وأنا بوعدك جانجا هذا الشيء ما رح ينعاد. مستحيل ينعاد. خلصتوا؟ بس أنا ما أكلت لسه جوعانة. طيب مو مشكلة، كل هالأكل إلك أنت، كلي حتى تشبعي. يلا لشوف، عادي لحتى أسكب لك. يلا عادي وكلي لحتى تشبعي. يلا، كل هذا الأكل بس مشان حبيبة قلبنا راديكا. نحن ما فينا نخليك جوعانة. حبيتي الأكل؟ شو؟ مو طيب صح؟ شفتي أبوكي؟ يا دوبه أكل شوية من الرز وما قدر يكفي أكله. الظاهر فعلا إنه الرز ما كان طيب. لا، هالحكي ما صح. أنا اللي غلطت بصراحة.
شو؟ فعلا أنا حطيت شوية فلفلة حمراء بصحن لعمتي آشي. فكرت لما بتاكل حد رح تتضايق وهيك بيخانقوا العروس كرمالها، بس القصة ما زبطت لأنه بابا هو اللي أكل صحنه. بابا لما طلع له الحد حاول يخبي علينا وقام لبرا. أنا ما لازم أعمل هيك. وشه لبابا صار أحمر كتير وصار يزعل كمان من الحد. فتنا هلا بقصة المشاعر، بهالحالة ما رح نوصل لشي. راديكا لا تلومي حالك، انت ما غلطتي بشي صدقيني. كل الحق على جانجا باللي صار بأبوكي. لأنه ببساطة هي اللي عطته لأبوكي الصحن تبع عمتك، وأبوكي ما كان حابب يحرجها لهيك أكل لقمتين وطلع فورا. جانجا ورا كل هذا اللي صار هي كان فيها بكل بساطة تشيل شوية رز من صحن آشي. أنا قصدي ما كان في داعي إنها تعطي الصحن لأبوكي، مع إني لهيك عم قلك لازم ما تاكلي زيادة مشان صحتك، فهمتي علي؟ يلا قومي، صار وقت نومتها هلا. كتير فرحانة إنك حبيتي الأكل. أخذت لك عشاكي على غرفتك. أنتي ما شبعتي ما هيك؟ ما بدي آكل أي شيء أنت عملتيه. شو هاد؟ وقفي، شبهها. أنا رح روح أعلمها كيف تحكي. يلا عن إذنك. راديكا وقفي. لازم يعملوا الاحتفال بكرة. أنا قلت لك شو تساوي، ما عاد فيني أحكي معك. أصلا ما بظن في داعي. ماشي؟ أنا كثير مشتاقة لك أمي. أنتي ليش رحتي وتركتيني لحالي؟ شفتي شو صار؟ جدو خلى بابا يتزوج من بعدك. إذا قدرت هالمرة إنها تبعدني عن أبي، أنا ما رح يبقى لي حدا بهالدنيا. لو إنك ما تركتيني كل هذا الشي ما كان رح يصير. أنا تعبت، أنا بدي ترجعي لي. شو أعمل؟ رجعي لي إذا بتريدي. أنا بترجاكي ارجعي لعنا. وبعدين شو أعمل معها؟ طول اليوم بتضل بتحكي وبالليل بتضرب. نزعت نومتي وهي ولا على بالها شي. في لشوف. يلا شو هاد؟ انت ما رح تتعلمي تنامي؟ لازم تضربيني كل ليلة. ليش هيك عم تعيط؟ شو صاير لك انت؟ مو معقول. انت بتضلي بتضربيني بنومك. أنا عن جد؟ طيب أنا بعتذر. أنا أكيد مو قصدي أعمل معك هذا الشيء. صارت مرة لا تعمل منا قصة. لك شو مرة؟ كل ليلة بتعملي هالشي. إذا ما بتبطلي هالحركات تبعك أنا ما عاد نام بهالغرفة. قلت لك مو بقصدي واعتذرت. لا تعصب علي هيك، وأنا بوعدك إنه هالشي ما عاد يتكرر مرة تانية. خلاص بلكي ضربتيني كمان. خلاص ما عاد رح عيدها. خلص سامحني. شبك. شوفي بهالوقت. رح شوف مين في على يلا روحي. رايحة. أهلين، خير في شي؟ براتاب تعال شوي. شو في شي؟ تعال شوي لازم حاكيك. امشي. يلا. شو عم بيصير بنص هالليل؟ وبشو بده يحاكي براتاب بهالوقت؟ براتاب كنت عم شوف حساب آخر 4 أشهر وأنا شايف إنه في شي مو ظابط. كله تمام، الحسابات صح. يعني في فرق شغلة كم ألف. محاسبنا كبر وبعض الأحيان بيغلط. لا تدقق كتير، الرقم مو محرز. أبدا براتاب، أنت بتعرف منيح الحساب صار من مسؤوليتي وأنا ما فيني مرق هذا الشيء. يمكن 2000 روبية مو كتار، بس أنا ما رح طنش عنهم ورح أعرف وين راحوا. ايه طيب. أعطيني. طلع. شوفي. إمتى؟
طيب أنا جاي. خير شو في؟ قالت شوتو تعبان كتير، لازم روح على الدار شوفه. إذا أخذ الدواء بانتظام يمكن وقتها يتحسن فورا. صح الحكي. شوف خليني روح معه. لا 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 لا، هلا ما في داعي لهذا الشيء، الوقت تأخر. أنت رجع على تختك، إذا اعتزتك هنيك بتصل فيك. طيب ماشي. شوفك. كمل شغلك على الآخر، لأنه بقيان عندك ليلة وحدة ولازم تخلص فيها كل أمورك، لأنه بكل صراحة من بعد هالليلة رح استلم مكانك. وجهز حالك، أخوك رح ياخد كل شي من إيدك وحتى ميراثك. أنا بدي آخد كل شي. انت رجعت يا ابني؟ خالتي انت كيف حسيتي علي لما انا فتت لهون؟ دخلت على مهلي، حاولت ما فيك. انا ما بدي ازعجك بس انت مستحيل ما تحسي علي. لا تحاول، انا مستحيل ما انتبه. قلبي بحس بوجودك لانه انت مثل ابني يا شيف. كيف ما بحس على ابني؟ انت جوعان ما هيك؟ لانه اليوم ما اكلت منيح على العشاء. لا خالتي ما بدي شيء. تخيلي عزبك بهذا الوقت. يلا نامي. لا يا ابني، انا ما رح اتعب ابدا بهالشي. هي الشغله ما عادت شغلتي بعد هلا. كانك نسيت انك تزوجت. انا رح اقول لمرتك. لا خالتي لا تقلي لها شيء. انا ما رح ارضى تنام وانت هيك جوعان. اطلع جانجا فايقه. بنتي حطي شي لزوجك ياكل، هو لهلا بلا اكل. لا خالتي بلاها، قلت لك ما بدي شيء. انا مالي جوعان، روحوا على النوم يلا. شايف اليوم ما كمل اكله، بده ينام وهو جوعان. ما بيصير، بس عم يشرب مي. كل ليلة عم يعمل هالشي، صاير عنيد وما عم يسمع من حدا. اصلا صدفة ليحاكينا. ما بعرف شو صاير له من وقت ما ماتت بارفاتي. انت كمان ما اكلتي اكلك. يلا روحي تعشي. انتوا اثنين صايرين عنيدين، شو صاير معكم؟ أنا مو جوعانة أبدا خالتي، أصلا اللي بسمعه من هالعيلة بيصد لي نفسي. مو معقول أفراد هالعيلة قديشن كتار، وفوق هيك ما في غيري ليعمل كل الشغل بالبيت، ولا حدا فيهم عم يرحمني. شو بدي أعمل؟ توقعت جانجا تساعدني بهالشغل بس الظاهر هالمرة ما بتنفع لأي شغلة. أنا عن جد تعبت وما عاد لك. شو هاد؟ ما عم صدق عيوني. ليش لابس ثياب جديدة ومبسوط بحالك؟ لوين يا بادي؟ الاحتفال ليسلموا أخوك كل شيء، أما أنت ما حدا شايلك من أرضك. ممكن تريحي حالك؟ شو فهمك انت التهي بشغلك. اليوم رح نشوف مين الأقوى ومين اللي رح يسيطر على كل شيء. اليوم يا أنا يا هو بالبيت. بابا اليوم أنا رح أتعين كبير هي الضيعة، ولا واحد بيقدر ياخد مكانك، لأنه يلي عملته مو قليل. قدمت كتير للضيعة، حتى أهلها ما عملوك كبير لإلن من ولا شيء. كنت منيحة كتير، أنا ولا ممكن أتقارن فيك أبدا. لو شو ما قدمت ما رح كون مثلك يا أبي، ولا رح أعوض عن غيابك. طبعا رح حاول إني يكون قد هالمكانة. أنا رح أعمل كل شي بقدر أعمله حتى أمشي على خطواتك وكمل الطريق اللي أنت بلشته، وما رح خيب ظنك. أنا رح حاول، ما رح أستسلم بوعدك، ورح أمشي على كلامك. أنت يلي قلت لي بالمحبة تكسب كل الناس لصفك، وإنه مبعد عن الظلم بكل شيء. أنا رح نفذ كلامك، وحتى آخر وصية
أنا قصدي آخر شغلة طلبتها قبل وفاتك، قصدي مشان جانجا. أنا وفيت وعدي، بس بدي إياك ترضى علي. شو صار جانجا؟ هلا بس باقي لنا الطوق. أنا رح روح وجيبه من الخزانة. طالعة حلوة كتير يا بنتي. تطليعة وحدة عليكي رح بتكفي حتى الكل يعرفوا إنك مرت كبير العيلة. يا خالتي، مرت عمي عم تناديكي. زبطي طوقك وتعي بسرعة. جانجا اختي، انت طالعة كتير حلوة، كل شي ظابط. يلا. كيف رح سكر الضوء؟ أنا بدي حدا يساعدني، والكل عم يستنى لأطلع بلا ما أتأخر. أنا رح أبعت حدا مشان يساعدك بالطوق. بس هيك رح أتأخر، أنت ساعدني فيه. خلصت. شكرا.
بصراحة انت طالعة حلوة كتير بهالثياب. شكرا على هي المجاملة وعلى المرهم اللي جبت لي اياه كمان. هو منيح كتير عن جد. اطلع انا طبت تقريبا. انتبهي منيح، هاي غانغا مرة قوية كتير ومانا سهلة. بكرة بتشوفي كيف أبوكي رح يصير لعبة بين إيديها. هي المرة عاملة حالة منيحة، حتى بابا يصير يمدح فيها. هالقصة صار لازم تخلص. غانغا مستحيل إنها تاخد مكان أمي. إذا يلي خططنا له بيزبط معنا، وقتها بنستلم كل شي. لحتى تكمل هالقصة لازم نعمل شغلة ضرورية كتير. أول شي رح نلعب على ثقة شيف بحاله، ورح نخليه يحس بالذنب. لازم يحس إنه كل شي صار من ورا تقصيره. بس هلأ كل الضيعة رح تسمع كلامه وتنفذه. ثقة الناس بالشيف هي أكبر مشاكلنا. إذا قدرنا نقضي على هاي الثقة هيك بنقدر وقتها نخلص منه وناخد يلي بدنا اياه. هالشي رح يصير امي، اطمني من هلا. اليوم متأكدة خطتي ما رح تفشل. أول ما تحط رجليها بالساحة رح ينكب عليها سطل المي الباردة، وقتها طبعا كل مكياجها رح ينتزع، وهيك بابا ما بقى رح يشوفها حلوة. حطوا كل الأغراض بالسيارة، يلا بسرعة. براتاب ايه امي. تاخد كل شي لازمنا للاحتفال. لا تنسى شي. ايه ايه امي، اخذنا كل شي، كله جاهز. ليش لهلا ما مشيتوا؟ هيك بنتأخر. هلا الكل بيكونوا عم يستنوا. يلا روحوا، لأنه لازم يكون في واحد من العيلة على الأقل موجود. يلا روحوا رح يلا نلحق. كوشال امشي. يلا بسرعة روحوا. يلا براتاب. لا تنسى فدلون. شو كل شي جاهز؟ شو هاد غانغا؟ انتي طالعة حلوة كتير، عن جد طالعة مثل الأميرات. انت عندك عادة انه تجاملي الكل. مانك شايفة لون الحمرة؟ لونها كتير فاتح. أنا برأيي لازم يكون اللون أغمق ليلبق مع تيابها. مو ظابط هذا اللون. ايه آشي بتحكي كتير، لا تردي على حكيها. جاهزين؟ وين المربية؟ مو شايفتها، كأنها مو هون. بدي اياها تساعدني شوي. وين مختفية؟ هي راح تجيب كم شغلة، أنا رح شوفها. لا 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 لا، لحظة، هيك رح نتأخر. انت ساعدينا بدالها. خذي يلي بقيان على السيارة. يلا 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 روحي. ماشي. على مهلك. صار وقت الخطة. هلأ رح تضطر تمر بالساحة لتوصل على السيارة. شو هذا اللي عم بيصير؟ كأنه غانغا بلشت تعرف تأثر على مرت عمي كمان، مو بس على شيف. هي عم تحلم، لأنه أنا مستحيل اسمح إنه يصير هيك شي. استني، خلص لا تعذبي حالك. أنا رح أروح عنك.
ليش عم تصرخي هيك؟ شو صار لك؟ قولوا لي شو صاير؟ قولي لي مين يلي عمل فيكي هيك؟ كيف وقعتي؟ جومكي طلعي كل ثيابك غرقت بالمي. حتى المكياج انتزع. تأخرنا، يلا روحي غيري ثيابك. طلع شي صعب بعمل هذا المكياج، وشفتوا كيف كنت طالعة حلوة واللفة شبلة المي عم توقع علي. راديكا، راديكا استني بدي حاكيكي. راديكا أرجوكي. روحي وغيري ثيابك بلا ما تاخذي برد. شبهها إذا كانت راديكا عاملة هالقصة أنا ما رح أرحمها نهائيا. مو معقول قديش شقية هالبنت. مزبوط اللي عم قوله؟ اهدي امي، لساتها طفلة مو مشكلة. وهلا ما عنا وقت لهالحكي، نحن بدون شي متأخرين ولازم نطلع. أول ما جومكي تغير ثيابها لازم نمشي فورا، صح؟ طيب حدا منكم يروح يفهمها إنه لازم تستعجل شوي، صار لازم نمشي. ايه ماشي، خلص ايه روحي امي لعندها. ولا يهمك، أنا رح حاكيها. اللي عملتيه شغلة كتير سيئة. ما عملت أي شيء. عم تكذبي. إذا أنت مو عاملة هالشغلة ليش هربتي مني؟ حتى ما رديتي علي. بعرف شو سويتي بالأكل. وهلأ شو؟ مو معقولة راديكا. أبوكي قالك لا تعملي هذا الشي. كيف ما بتسمعي كلام أبوكي؟ أنت وعدتيه لا تنسي. شو رح يصير إذا أبوكي عرف إنك عملتي هالشي اليوم؟ شو يعني؟ انت عم تهدديني؟ بدك تروحي تشكيني إله مو صح؟ أنا ما رح أعمل هيك شغلة راديكا. أنا عم حاول فهمك إنه اللي عم تعمليه مانو صح. اسمعي، أنا عم حاول أشرح لك إنه للمزح حدود. تصرفك غلط. ما تعيدي هالشغلة مو حلوة. وإلا جانجا، امي بدها اياكي، بدنا نروح هلا. أهل الضيعة كتير بيحترموه لشيف وبيحبوه تماما مثل ما كانوا يحترموه لأبوه. كلهم كانوا عم يستنوا هاي اللحظة، وأخيرا رح يصير الشي اللي بدهم إياه. شوف الناس كلهم فرحانين، شيف بده يصير كبيرهم. هلأ أخيرا كل شي رح يرجع مثل ما كان يا بنتي. هلا خلونا نكفي، لازم نخلص باقي المراسم. انت امه لشيف مو هيك؟ معناها انت اللي راح تعمليها. خدي هاي وحطيها فوق راسه. ايه وقفي اذا بتريدي، وقفي اذا بتريدي. الشخص هذا ما بيستاهل هالمكانة.
هو اللي كان السبب اني خسرت ابني. كيف؟ خلصنا. انت كيف بتقول هذا الكلام عنه؟ عم تتهم ابني انه قتل ابنك؟ كيف تسمح لحالك تعمل هيك؟ انا عم بحكي الحقيقة. شوفي هذا ابني، ليكوا على الارض ميت قدامكم من ورا شيف. هو اللي كان عم يعالجه، ولما ابني بلش بالدواء حالته صارت تتراجع، وقبل ما نفهم شو مشكلته توفى. انا عم بحكي الحقيقة، ما عم كذب بشيء. ليكوا ابني ميت قدامكم. هذا الشيء ماله صح. أنا أعطيته لهذا الولد دواء مجرب. هذا الدواء ما له أي أضرار، كيف ممكن إنه يقتل شخص؟ بس القصة مانا صحيحة. أنا رح شوفه لابنك. لا تقرب من ابني، انت اللي قتلته. كيف رح خليك تلمس لي ابني؟ انت اللي قتلته. كيف بتصير كبير ضيعتنا؟ انت واحد مجرم. كيف قتلت الصبي؟ لو سمحتوا حاولوا تفهموا شو عم بحكي. أنا لازم شوفه، يمكن تكونوا غلطانين. خلونا نفحصه، يمكن ما يكون ميت. بس تضحك علينا، بكفي عم نقول لك مات. شو لسه بدك تعمل بالولد؟ لا انتبه، انت عم تغلط كثير. كيف بتتجرأ تتهم شيف بهيك اتهام؟ انتوا مو مصدقيني؟ بس هي الحقيقة، حبيتوا تصدقوا او لا؟ اخوك هو اللي قتل لي ابني وحرمني اياه. واحد مثل شيف ما لازم نقبل فيه كبير للضيعة. ما رح اقبل فيه ابدا، ما رح اقبل فيه ابدا. انا بترجاكم وبطلب منكم توقفوا كلكم معنا. لا توقفوا يصير كبير الضيعة. هو ما بيستاهل هالمكانة، ما بيستاهل شيء. ابني. لحظة، استنوا. هذا الولد تشوته. شيف، كيف بتعمل مثل هيك شغلة؟ كيف بتشوه سمعة العيلة هيك؟ أنا مو مصدقة كيف ممكن تعمل مثل هالعملة. شيف ابني، أنت ما قدرت تحافظ على أمانة أبوك. وين؟ نحن كلنا صدقناه من دون ما نتأكد. كان لازم نعرف بالأول شو وضعه لهذا الصبي. شو بينفع هالحكي؟ الطفل ما عاد يرجع. نحن عيلة كل حياتها إلى سمعتها ومكانتها بهي الضيعة. بس بعد هالقصة ما عاد حدا من الضيعة رح يحترمنا. شو بنساوي هلأ؟ هالشغلة ما بتتصلح.
غلطة كبيرة وما فينا نصلحها. مزبوط مرت عمي. صراحة أنا صرت حاسة إنه في حدا عن قصد عم بيخرب العيلة. يعني كأنه من أول ما أجت جانجا على عيلتنا بلشت هالمشاكل تلحقنا، مصيبة ورا مصيبة، عم تجي المصايب كلها ورا بعضها، أنا هيك حاسة. خالتي، الكل خايف على سمعة العيلة، ولا واحد فكر بشيف. كوشال الوحيد اللي دافع عنه شوي، الباقي كله مصدق. كيف هن أهله مو واثقين فيه؟ لازم كل العيلة توقف جنبه مو ضده، هو بحاجة كلمة تدعمه. أنا متفاجئة بهالشي، ولا كأنه شيف بهم حدا. هو وقع بمشكلة والكل بدل ما يساعدوه صاروا ضده. انت واثقة بشيف يا بنتي؟ أنا شفت شيف كيف بيعتني بمرضاه، أكيد بوثق فيه. لكن انت روحي حاكي ووقفي جنبه، هو محتاجك. انا بعرف وين بيكون هلا. وين؟ اكيد عم يحاكي برفاتي. هو هلا بحاجة لانه يحكي مع اي حدا يا جانجا. روحي لعنده وحاولي تسمعي منه. ماشي، رح أروح فورا لعنده. Mm-hmm.